السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسماء من المعاني الجميلة التي يجب على كل زوجان أن يحرصوا على تثبيت أطفالهم بها، وأن يختاروا اسما مناسبا له حتى يفتخروا به في يوم من الأيام. وحرصا منا على ذلك سوف نتناول في سلسلة معاني الأسماء كل يوم اسم جديد، ونحاول توضيحه وتفسيره. واليوم معنا بإذن الله اسم عايدة. هي من الأسامي النادرة، يعني حاليا ما عادش حد بيسمي اسم عايدة ده نهائيا. يعني هو اسمه مؤنث علم من زمان ومن زمان أوي كمان. هو اسمه مشتق من العودة أي الرجوع، يعني معناه اللي هو العودة، الرجوع، راجع كده يعني. ما ظهرش في القرآن الكريم ولا الأحاديث الشريفة نهائيا. ليه معاني في بلاد تانية كده، يعني أنا دورت له كده ليه معنى كان، يعني كده في إيطاليا مثلا اسم عيد ده يعني السعادة. في اليابان اسم عيد ده المطر عبر الحقول، يعني المطر بعد ما بينزل كده وبيتسرب إلى الحقول فبيسموه عيدا. اسم عيدة بقى معناه في الإسلام هو المنفعة التي تفيد الإسلام، المنفعة التي تفيد الإسلام. هو اسم يعني جميل، بس ما عادش حد بيسمي بيه، يعني خلاص الأسامي ده مثلا من 30 40 سنة ما عادش بيتسمى بيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.